للجزائر، وشكرا جزيلا للشعب الجزائري والسلطة الجزائرية والرئيس الجمهورية الجزائرية والأمن الجزائري والطب الجزائري. شي مسائل سياسية عار حشومة. يعني في هذا الوقت هذا هذيك الانسان يستغل هاد الامه هادي. انا ما نقدرش نوضح بزاف د الحاجات. بالحق تم استغلال الام ديالي من طرف السياسيون العسكري الجزائري باش يكون الامر واضح. ولا زاد طلعت شي حاجه اخرى ولا زاد شي حاجه اخرى اكثر غنزيد عندي ما نقول. والامور واضحه موثقه. راه ضحكت عليكم على هذيك السياسيون. اقسم بالله لا ضحكت عليكم. شفتي نتوما هذيك القرايه ديالكم وهذيك الدماغ اللي عندكم واللي كتسردوا واش تعملوها ولا ما تعملوهاش. هذا العبد الضعيف ضحكت عليكم قسما بالله لا ضحكت عليكم. سمعتوا؟ السلام عليكم، مساء النور والسرور، اسعد الله مساءكم يا حوج. هاكم تشوفوا هذاك ابن الحاجه المغربيه اللي داوها في الجزائر كان يهدر بطريقه اخرى، وكيشوف روحو في الطياره وداخل للمغرب للزريبه بدا يحل في فمو يهدر على الجزائر ويهدر على الدوله الجزائريه. شحال من مرة نقول لكم أنا كي راني نكره المغاربة هذو أولاد الدعارة الراقية العبيد اللي يبوسوا اليدين والرجلين، عندي حق ما فيهمش الخير. قول هذيك العجوزة هذيك بقات لها ليلة ونهار تموت ولا ماتت الله لا ترحم عليها. أوليو اللي تشكر كانت في الجزائر تشكر في الجزائر ولا تشكر في الملك هذاك البوال اللي راهو يركب عليه ابو زعيطر. انا نقول لك حاجه، لا شيبه النار هذيك راهي شيبه النار. المغاربه صار اصولهم نكروهم، صار العورات ديالهم نكروهم، صار دينهم ما خافوش من ربي ويخافوا من اليهود ويركعوا اليهود ويبوسوا اليدين لليهود. وش تستناو منهم؟ فهمتوا؟ هذه قلت لكم قتلها ليله ونهار وتروح عند مولاها ولا ماتت الله لا ترحمها. الله ربي يزيدها مرض على مرض ان شاء الله. الله ربي يكويها في الدنيا وربي يفرجنا فيها في الدنيا من قبل الاخره يا خوتي. هم المغاربه كي دير فيهم الخير مش الرده ديالهم مرة ديالها. وانت يا لقيط يا ابن الدعارة الراقية يا بوسبير راني عليك يا وليدها، راك وليدها يا اخي. راني عليك يا ابن الدعارة الراقية يا وليد الزريبة يا وليد بوسبير. لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. وانما ان بعد العسر يسر ان شاء الله. ان شاء الله عن قريب نشوفوك تبوس لنا يدينا نداويوك في بلادنا ونخليوك تكريفي عند سيدك الملك البوال اللي مازال يركب عليه ابو زعيطر. فهمت يا واحد الرخيص يا لقيط؟ يا ابن الدعارة الراقية يا ابن السياحة الجنسية. هو الخير تاع الجزائر واللي تحل في فمك كي شفت روحك في الطيارة. حنا على بالنا تخافوا من المخزن، على بالنا تعبدوا المخزن، على بالنا تركعوا وتسجدوا إلى المخزن. خايف قلت هذا كلمة الحق يجلسوك على قرعة، يجلسوك المخزن يجلسك على قرعة يا الطحان يا النكارين الخير. 30 سنة وانتم عايشين قراطوس وحنا نوكلوا فيكم ونشربوا فيكم. على الاخر جاوكم اليهود عطوا لكم قفة رمضان ياكم تستناو فيها في شهر رمضان الآتي. قلت اليهود داروا فينا الخير، داروا فيكم الخير اليهود. يا والحمد لله اللي فيكم يكفيكم. هم ينزعوا في الأراضي ديالكم، راهم يطردوا فيكم يهدموا لكم في البيوت ديالكم. شفت يا واحد الطحان يا المروكي يا الرخيص. مازال نشوفوا، مازال ربي يخلص. نطلبوا ربي طول العمر ونشوفوا من آخر السنة واش يصرف فيكم من الذل والعبودية.
فهمت يا ابن الحاجة؟ واش من حاجة؟ حاجة، حتى أنا ثاني حاج. حتى أنا ثاني حاجة. يا واحد اللاقيتي المروكي، لعنة الله عليكم وعلى بلادكم هذيك الزريبة هذه، إنها نهايتكم بإذن الله. سلام.